واحد ماشي بعربيته وخبط واحد وهو بيعدي الطريق. في الأول افتكر اللي بيعدي الشارع ده مات، فقال إيه؟ اللي كان سايق العربية كان ماشي على مهله وعلى سرعة 5 كيلو. جه القاضي والطبيب الشرعي. الطبيب قال إن العربية كانت بتجري بسرعة عالية وإن الراجل اللي اتخبط هو اللي غلطان علشان فكر يعدي على طريق سريع من غير ما ياخد باله. جه القاضي يحكم، قال خلاص مادام الراجل مات يبقى يندفع لأهله دية وخلاص. فجه ومن غير سابق إنذار الراجل اللي اتخبط طلع عايش، فحط اللي خبطه وهو والطبيب في موقف محرج لأنه فاق من الغيبوبة وهيقدر يتكلم. وأول كلمة قالها إنه عايز حقه من اللي خبطه لأنه كان عايز يموته وإنه كان جاي بسرعة قليلة، وأول ما شافني بدي الأمان وبعد الطريق زود سرعته وخبطني وكمان جري، ما وقفش يشوفني عايش ولا لأ، وفي شهود على كلامي. إخواتي وجيراني وولاد عمي كله اتجمع قدام القاضي، سواق العربية والراجل اللي اتخبط والطبيب والشهود. السواق ما جابش معاه حد ولا شهد ليه بقى؟ أصل القاضي ابن خالته والطبيب ابن خاله، اما الراجل اللي اتخبط كل الشهود من قرايبه ومن اخواته وجيرانه اللي جم كانهم عمي وما فهمش ولا واحد بيشوف، واغلبهم اطرش كمان. بقى الراجل اللي قدام القاضي مظلوم، والقاضي عارف هو والطبيب والراجل اللي خبطه، لكن القاضي حكم عليه انه يسيب ارضه لسواق العربيه علشان يتعلم يعدي الشارع لوحده، ولما يتخبط يقوم لوحده ما يستناش قاضي او طبيب. اما السواق اللي خبطه وهو قاصد زعلان علشان الحكم مش على هواه. طب ازاي ده اتحكم له؟ فعلا اتحكم له صحيح، لكن الراجل لسه عايش وممكن يحاول يعدي شارع تاني وهو ما يعرفش يخبطه. طب زعلان ليه؟ ده خد الارض. لا لازم يزعل، لان الراجل مخلف عيال كتير ومربيهم ومفهمهم ان الشارع لازم يحاولوا لحد ما يعدوه، والحادق يفهم